السلام عليكم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم رشا من مطبخ كوكي الشطوره. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فطير الطاسه، او معجنات الطاسه او مخبوزات. هنعملها في الطاسه بطريقه سهله جدا. هو معانا دلوقتي كيلو دقيق، معلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره ملح، معلقه كبيره خميره فوريه، ومعلقتين كبار سكر، معلقتين كبار حليب مجفف او لبن بودر، نص معلقه نص كوبايه زيت، كوبايه ميه، وكوبايه لبن، ممكن لبن رايب لو موجود، ومعلقه كبيره خل. هنحط كل المواد الجافه بتاعتي هنا وهعجن بالميه، وهحط معلقه الخل. انا حطيت، معلش حصل عطل في الفيديو. حطيت كل المكونات الجافه بتاعتي على الدقيق، وبعدين عجنته، وبعدين نزلت عليه بمعلقه الخل ونص كوبايه الزيت واللبن، كوبايه الميه وكوبايه اللبن، وخدت مني كمان حوالي 3 4 معالق ميه على حسب نوع الدقيق بتاعكم. وعجنت بالشكل دوت كده لغايه ما العجينه بتاعتي نعمت معايا كده. هجيب طبق دلوقتي معايا، هجيب طبق واسيبها تخمر فيه كده. ولما تخمر هرجع اوريها لكم. دلوقتي حبايبي العجينه بتاعتي خمرت كده. معايا هنا جبنه دي موتزاريلا على جبنه رومي، ومعايا هنا دي فراخ كنت معصجاها وحطاها في الفريزر، قطعت عليها قرن فلفل رومي ونص قرن شطه كده. لو حابين ما تحطوش الفلفل دوت ما تحطوش. انا حاطه هنا فلفل الوان اصلا في الفراخ، احمر واصفر واخضر، بس انا حطيت عليه فلفل طازه. ومعايا دي جبنه فيتا، ومعايا دي مع صلصه بتاعه البيتزا. لو مش عندكم تستكفوا برضو، ممكن جبن بس، ممكن تعمل بجبن بس. دلوقتي هنجيب العجينه كده، هبدا اهبط العجينه بتاعتي كده. ما شاء الله خمرانه وجميله اهيت، ما شاء الله عليها. هبدا دلوقتي هجيب صينيه معايا كده، معايا صينيه اهيت. هبدا كده اقطعها كور على حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهعملها كده كده، هكمل كله بالشكل ده. دلوقتي حبايبي عملتها كده كلها بالشكل ده، هغطيها وهسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق عشان تبقى سهله وانا بفردها، وهرجع لكم.